تعال أسألك سؤال بسيط. هل حصل معاك قبل كده إن أنت اشتريت موبايل جديد وفجأة بدأت تحس إن كل الناس حواليك بقى معاهم نفس الموديل؟ سبحان الله. أو لو حد مثلا قالك على كلمة أول مرة تسمعها ففجأة بدأت تسمعها في كل حتة، أو كنت عايز تشتري عربية لونها معين بطريقة معينة فجأة بدأت إن أنت تلاقيها منتشرة حواليك في كل حتة. يا ترى هل ده سحر؟ ولا الدنيا اتغيرت فعلا بعد ما انت ركزت على الحاجة؟ ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ده اسمه ببساطة تأثير بؤرة الاهتمام. يعني ايه تأثير بؤرة الاهتمام؟ هو اننا لما بنركز على حاجة معينة دماغنا تلقائيا بتبدأ تكبرها وتشوفها في كل مكان. دماغك بتقولك ايه؟ ده مهم، خليني بقى اشوفه في كل حتة. فاحنا لما بنهتم او بنركز على شيء معين دماغنا تلقائيا بتعمل 3 حاجات: الغاء عكس اللي انا مركز عليه، وتعميم اللي انا مركز عليه، وتخيل المستقبل وهو بيكبر لك قوي الحاجة اللي انت مركز عليها. ده ليه تفسير نفسي مهم جدا، وهو ان العقل البشري يوميا بيستقبل ملايين المعلومات، احيانا بيبقوا 11 مليون معلومة في التوقيت الواحد، ولكن وعيك ما بيقدرش يعالج أكتر من 40 في التوقيت الواحد. فبيبدأ يفلتر كل حاجة ويركز بس على اللي انت مهتم بيه أو مشغول بيه، كأنه رادار بيلقط اللي انت عايزه وخلاص. في تجربة عملها بعض علماء النفس إن هم قالوا لمجموعة من الناس بيراقبوا فيديو معين لناس بتلعب باسكت، فقالوا لهم ركزوا على الكورة وعلى لونها وشوفوا كام مرة الكورة اتباصت ما بين الناس أو اتشاطت ما بين الناس. وفي نص الفيديو طلعوا فيه قرود ينتقلوا ويتحركوا ما بين اللعيبة. كانت المفاجأة بقى ايه؟ المفاجأة انهم لما سألوهم بعد ما الفيديو انتهى كام واحد منكم شاف القرود اللي اتحركت في النص؟ اكتر من 50% قالوا ان هم ما شافوش خالص القرود. يا ترى ليه؟ لان تركيزهم على الكورة وكان على كام مرة هتتشاط، فما شافوش الصورة كاملة، ما شافوش بقية التفاصيل. وده مثال شهير على حاجة اسمها العمى الانتقائي. يعني مثلا لما بتبقى خايف من الفشل فجأة تلاقي الفشل حواليك في كل تجربة. لما تبقى شاكك في الناس هتشوف كل تصرفاتهم على إنها خيانة. ولما بتدور على فرصة معينة فجأة هتلاحظها أكتر وأكتر وأكتر. وده ليه تأثير ضخم في الشغل وفي العلاقات وفي اتخاذ القرارات اليومية. يعني مثلا لو مديرك مركز على أخطاء موظف معين هيتجاهل أي إنجاز هو عمله. ولو شخص معين بيدور على الناس اللي هو بيحبهم بس، فمش هيشوف إلا الحاجات اللي بتثبت القناعات اللي موجودة أو المشاعر اللي موجودة جوه وخلاص. عشان كده مهم إنك تبص حواليك دايما وتسأل نفسك: هل أنا فعلا شايف الواقع زي ما هو، ولا شايف اللي دماغي مركزة عليه وخلاص؟ يا ترى إيه الحل؟ الحل إنك دايما توسع اهتماماتك وتوسع بؤرة تركيزك وتغير دايما من الحاجات اللي انت بتدور عليها وتبقى واسع الأفق، ما تبقاش ضيق الأفق. وشوف الدنيا من زاوية أوسع باستمرار. كل ما تتعرض لتجارب جديدة أو تسمع آراء مختلفة كل ما الأفق عندك بيبدأ إن هو يوسع ويكبر. الخلاصة هنا إن اللي بتفكر فيه بيكبر، مش عشان هو كبير فعلا، لكن لأن دماغك سلطت عليه الضوء. فخلي بالك انت ممكن تكون محبوس في دايرة انت اللي رسمتها. خد بالك من الموضوع ده.